لما اتربينا على ان مفيش حاجة اسمها اذكار صباح، اذكار مساء، اذكار قبل النوم، اذكار بعد الاستيقاظ، اذكار قبل الحمام، اذكار بعد الحمام، اذكار عند الشدة، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الفرق بينك وبين الشخص الميت انك بتذكر ربك. فاحنا اتربينا على ان مفيش حاجه اسمها اذكار، محدش علمنا الحاجات دي. يعني بنصحى من النوم مباشره، لو كنا يعني منظمين مؤدبين على الحمام، مفيش حاجه اسمها يا عمي يا ولدي يا اي حد، في حاجه اسمها ذكر المفروض تقوله بعد ما تصحى، في حاجه اسمها ذكر المفروض تقوله قبل ما تخش الحمام، في حاجه اسمها ذكر المفروض تقوله بعد ما تخرج من الحمام، في حاجه اسمها ذكر بتقوله قبل الاكل، بعد الاكل، في حاجه اسمها ذكر بتقوله قبل النوم، في مجموعه اذكار بتتقال في الصباح عشان يبارك لك في صباحك، في مجموعه اذكار بتتقال في الليل عشان يبارك لك في ليلك. ما بترباش على الحاجات دي. كل واحد حتى اللي بيعملها عشوائي، وقليل من الآباء اللي بينتبه إن هو يربي أولاده على الأذكار دي، فضلا إن أنت محتاجها. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فضلا عن أنت محتاجها في الشدة. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني الله عز وجل لم يخرج يونس من بطن الحوت إلا لأنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.